السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يوم جديد من عند فراخنا يا جماعة، اللهم بارك يا رب. النهاردة اليوم ال18، اللهم بارك يا رب. هنعمل وصفة حلوة اوي النهاردة لرفع الوزن. طبعا احنا عاوزين الفراخ بتاعتنا تشيل وزن بقى في اسرع وقت. يعني النهارده اليوم ال18 لسه 12 يوم وفراخنا توصل شهر. احنا عاوزين فراخنا توصل شهر تنفع تتذبح، تكون وزنها تقيل، توصل معانا ل3 كيلو. طبعا شايفين هم جعانين دلوقتي اهوت. الجوع يا جماعه مهم جدا مهم جدا مهم جدا للفراخ. تجوعي الفراخ هتسحب معاكي في العلف وهتشيل معاكي وزن بسرعه جدا. بس الجوع لا يزيد عن ساعه، حاليا لا يزيد عن ساعه. بعد كده ممكن تخليه ساعه ونص، يعني لاخر الدوره تخليه ساعتين. ما تزوديش تجويع للفراخ عن ساعتين، والاظلام ساعتين ثابتين يوميا. لكن حاليا انا بجوع ساعه واحده. يعني قدام اما الفراخ توصل 25 يوم كده ممكن نجوع اكتر من ساعه، بس مش هنزيد عن ساعتين. ما تسمعيش كلام حد يقول لك جوعي 3 ساعات 4 ساعات، لا 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 لا، ده بيخلي صدر الفراخ يفرغ وما يشيلش معاكي وزن، والفرخ يبقى منفوش ووزنه خفيف، لان انت جوعتيه ونسبه الاملاح والغذاء اللي في جسمه راحت في وقت التجويع، فبيبتدي الصدر بتاعه دوت ما يبقاش مليان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهوت، ما يبقاش مليان بالشكل اللي انتوا شايفينه كده ويفرغ معاك. طبعا وصفه النهارده مشروب. انا هعمل بقى مشروب جميل جدا جدا لرفع الوزن ويرفع البروتين في العلف للفراخ، علشان كل ما نسبه البروتين اترفعت للفراخ، انا متلخبطه ليه، نسبة البروتين اترفعت كل ما الفرخ يديكي وزن أسرع وأسرع يعني وأكبر. ما شاء الله ما شاء الله. الأوزان يا جماعة النهاردة في فراخي اللهم بارك يا رب عدت الكيلو، عدت الكيلو. ده الفرخ ده معدي الكيلو ما شاء الله اللهم بارك. على عمر 18 يوم أوزان ممتازة ممتازة ممتازة. ولو تلاحظوا لسه الفراخ عريان اهي، الفراخ عريانة خالص اهي يا جماعة. طبعا ده دليل ان لسه الفراخ دي هتجيب وزن جامد، يعني على شهر ان شاء الله ممكن ينفع ان احنا نذبح منه. طبعا النوع روس لسه برضو تحويل الروس ما جاش. الروس يا جماعه تحويله بيبتدي من يوم ال25، هيديكي التحويل بتاعه بيبان بعد اليوم ال25. التهوية يا جماعة مهمة جدا، التهوية مهمة جدا. حاولي تفتحي التهوية بالنهار على قد ما تقدري، لكن بالليل لو حسيتي ان مثلا انت بتربي على سطح او في مكان مكشوف او في بلكونة، حاولي تخلي التهوية نص نص عشان الفراخ ما تتشمش منك وتبرد منك وتتعب الفرخ. اهم حاجة الايام اللي جاية ديت هنحافظ عليه من الاسهال، هنحافظ عليه من البرد. الفرخ ما يبردش منك ولا يتشم ولا يعطس ولا يجيله اسهال. اليوم الواحد هيزيد معاكي فيه، هتحسي ان الفرخ يوميا بيكبر معاكي حوالي 200 جرام يوميا، طالما ما فيش اسهال، طالما ما فيش عطس برد خنفره. الفرخ يسحب معاكي في العلف وبتجوعي ساعه وتعملي اظلام ساعتين، الفرخ يوصل معاكي اقل حاجه 3 كيلو على شهر، 35 يوم بالكتير. ما شاء الله ما شاء الله. مشروب النهارده يا جماعه هنحضره سوا مع بعض، مشروب جميل جدا لرفع الوزن وكمان بيقلل الاجهاد الحراري في جسم الفراخ. بس طبعا انتوا شايفين انا معطشاهم بقالي شويه، كنت شايله اصلا العلف والميه وكل حاجه من قدامهم، عاوزاهم يعطشوا، عاوزاهم في نفس الوقت ايه، كنت عامله لهم تجويع بقالي شويه. فصلوا بينا على النبي وادعموا لي باللايك الحلو بتاعك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على كلمه الكل. وتعالي بقى نحضر سقوه جميله جدا هترفع الوزن معانا بطريقه سريعه. يعني الفراخ دي عاوزينها تكبر في اسرع وقت وعاوزين نقلل مده الدوره بقدر الامكان. تعالوا بقى نحضر السقوه بتاعتنا، سقوه هتفجر الاوزان تفجير. اول حاجه هجيب معلقتين، يعني حوالي نص علبه زبادي، انزل عليها. هما 3 مكونات على بعض بس بيفرقوا جامد في الوزن. بمعلقه خميره فوريه، معلقه اهي خميره فوريه، معلقه واحده. نجيب الباكت يعني بنقسمه على مرتين او 3، ممكن يقضينا 3 سقوات. هدوبهم بس
بس بشويه ميه كده، انا عايزاهم ايه الزبادي والخميره يدوبوا خالص. خميره فوريه يعني بتاخد لها حوالي دقيقه كده على ما بتبتدي تدوب، وخصوصا مع الزبادي. طبعا انا حطيت لهم شويه ميه. انزل عليهم بمعلقتين اهو، ادي 1 2 عسل اسود، وهكمل تقليب. سقوه جميله جدا بترطب على قلب الفراخ، بترفع البروتين في جسم الفراخ، وفي نفس الوقت بتزود الوزن، هتمنع الاجهاد الحراري. كمان الزبادي يا جماعه من الحاجات الحلوه جدا اللي بتخفض درجه الحراره في جسم الفراخ. معانا سقايه 4 رتل، سقايه كامله اهي 4 رتل. انزل بالمكونات دي كلها عليها، طبعا هم عطشانين الوقت، وهجيبها لهم كده. سقوه هتعملها لهم تكون معطشاهم ساعه قبلها. عاوزه تعملي على رتل او رتلين، احطي معلقه زبادي، معلقه عسل اسود، معلقه نص معلقه من الخميره الفوريه، ما تحطيش معلقه كامله. عاوزه تعملي على السقايه 4 رتل، حطي معلقتين زبادي، معلقه خميره، معلقتين عسل. سقوه ممتازه 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 لرفع الوزن وتخفيض درجه الحراره ومنع الاجهاد الحراري. وادي السقوه هي يا جماعه حطيتها لهم، ما شاء الله ما شاء الله، سقوه جميله جدا هترفع الوزن يا جماعه، وهتغذي الفرخ، وهتخلي الفرخ وزنه محمل معاك. هتفضل قدامهم لغايه ما تخلص، 6 ساعات 7 سااعات 8 ساعات لغايه ما تخلص خالص. وبعدين نحط لهم ميه بيضاء، مش هنحط اي مشروب خالص في نفس اليوم مع المشروب ده يا جماعه. ونأكد حاجه مهمه جدا يا جماعه، لو فراخك عندها اسهال ما تعمليش المشروب ده. لو فراخك عندها اسهال يا جماعه حذاري، اوعي تعملي المشروب ده، ممكن يخلي الفراخ اسهاله يزيد ويجيب معاكي لورا، بدل ما يديكي وزن عالي هيقلل معاكي الوزن. تعملي السقوه ديت تكون الفراخ ما عندهاش اسهال، او تكوني مثلا عامله السقوه بتاعه الاسهال اللي احنا عملناها مع بعض اكتر من كام مره. السقوه دي مهمه جدا برضو يا جماعه، لازم تعملوها مثلا في الاسبوع مره و2 عشان نحافظ على فراخنا من الاسهال. بعد كده نعمل المشروب دوت جميل جدا، نبقى متاكدين ومطمنين 100% ان فراخنا ما عندهاش اسهال. هتقعد بقى قدامهم زي ما تقعد، ساعتين 3 4 5، ما تقلقيش خالص لغايه ما تخلص خالص. ونحط ميه بيضه في نفس السقايه عادي جدا. طبعا هم جعانين لسه، الوقت هيكملوا اكلهم ويجي يشربوا منها. بجد بجد بتنشط البكتيريا النافعه يا جماعه في بطن الفراخ، وبتخلي الفراخ تفور معاكي كده بطريقه يعني جميله جدا. الفرخ يكبر معاكي ويشيل وزن معاكي، ومش هيسحب معاكي في العلف كتير، لان هي مشروب مغذي رافع للاوزان بطريقه سحريه. هيوفر معاكي كمان في استهلاك العلف، لان كل ما تكون نسبه البروتينات عاليه في سواء في مشروب او في خلطه، بيخلي الفرخ خد كفايته من الغذاء وخد كفايته من البروتينات، فاقل نسبه علف بياكلها بتوفر معاكي فعلا يا جماعه كتير. اقل نسبه علف بتبان عليه وبيديكي وزن وبيوفر كتير. وطبعا باكد تاني، الاسهال ثم الاسهال ثم الاسهال. اول حاجه بتسرق الوزن يا جماعه، وبتخلي الفراخ تبقى منفوشه وعاليه، وتحس ان الفرخه حجمه كبير جدا، وتيجي تحطيها على الميزان تلاقيه خفيف ومفيش وزن خالص، صدره مفرغ، مفيش لحم في الفرخ. ده نتيجه الاسهال يا جماعه. ناخد بالنا من الاسهال، نحافظ على فراخنا من الاسهال، نعمل سقوه زي دي مرتين 2 في الاسبوع من هنا وجاي. النهارده اليوم ال 18، لغايه ما تذبحي اعملي السقوه دي مرتين في الاسبوع. هتجيبي علبه الزبادي، هتاخدوا نصها وتعينوا نصها في الثلاجه، هتقعد معاك 3 ايام في الثلاجه عادي جدا، وتطلعوا وتعملها لهم تاني، عشان ما تقوليش ان احنا ايه هنرمي حاجه. هي علبه الزبادي هتقسميها بالنص، هتعمليها سقوتين 2 في الاسبوع. باكيت الخميره برضو هتقسموه بالنص، يعني انا خدت اقل من نص كمان. مشروب اكتر من رائع،
لرفع الوزن، وزي ما قلت لكم بيقلل الاجهاد الحراري في جسم الفرخ وبيعلي نسبه البروتين عند الفراخ. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون نال اعجابكم وتدعموني باللايك الحلو بتاعكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.